نادي الاتحاد هذا الموسم هيمن وسيطر على كل البطولات، ما أبالغ لو قلت إنها أقوى نسخة من تاريخ العميد. النسخة هذه لو شاركت هذا الموسم في دوري النخبة ما أتوقع ياخذها الأهلي. الاتحاد 2025 ما كان مجرد فريق، كان منظومة متكاملة وتشتغل بصمت وفعالية. في دوري روشن الاتحاد أخذها بجدارة من الجولة الأولى للثانية ولل30 وهو ثابت. كاس الملك ما أعطى مجال لأحد، دخل البطولة وكأنه مفصل عليه تفصيل. الرئيس لؤي مشعبي كان يشتغل بصمت بعيد عن الإعلام، قريب من الفريق، ما كان يتدخل في الفنيات ولا تصدر المشهد، بس حضوره حساس ومؤثر. مدير الفريق الإسباني اللي جاي من مدارس أوروبية جاب أسلوب احترافي في التعامل سواء مع الجدولة أو تجهيز اللاعبين. وحتى سلمى ملاعب كانت نقطة فارقة في تنظيم الجمهور وإدارة الجمهور. يعني نتكلم عن وحدة لبنانية جايبينها من كاس العالم وأندية أوروبية، ومع ذلك قدرت تتعامل مع جماهير الاتحاد وتطلع بأفضل ما يمكن، من تيفو الأورا للنوت لايك أس وحتى الثلاثة تيفو. ما في شيء سايب، الكل يعرف دوره بالضبط. ولما نيجي نتكلم فنيا كل نجم كان يلمع الحالة. كريم بنزيما أرقام، حسم، شخصية. نقولوا كانتي كان عقل الفريق، يمشي برتم ويوازن المباراة. والبقية كلهم كانوا على نفس الموجة، لا أنانية ولا تشويش، تركيز 100%. والجمهور له وقفة احترام. يقولون دايم إن الجمهور هو اللاعب رقم 12، لكن جمهور العميد هذا الموسم كان اللاعب رقم 1. والسر في هذا كله إن كل عنصر اشتغل على شغله. الإدارة تدير والمدرب يدرب واللاعبين يلعبون والجمهور يشجع. ما في تضارب ولا دراما ولا مؤتمرات نارية. نسخة الاتحاد هذا الموسم مو بس قوية، نسخة مرجعية، تجربة تستحق انها تستنسخ لباقي أندية الصندوق. العميد رجعوا بقوة، والسؤال الوحيد الحين من يقدر يوقفه؟ باسمك نباهي والوفاء سنة، هذا الدليل نحضر نساند باسمك نباهي.